البدايات ديالي في القراءة بدات فاش كنت في لافاك، وكان ضروري اننا نقراو روايات كلاسيكيه. اللغه في هذه الروايات كتكون صعيبه شويه نظرا لان لغتي الانجليزيه كانت على قد الحال. الحجر الصحي كنت كنشوف بزاف كيقراو هذا الكتاب، كنتشهر في ديك الوقت وكنشوفو تقريبا ديما. وحيت الحجر الصحي والملل قلت واي نوت جيف ات ا تراي. قريتو غير PDF، وكان اول كتاب ديال كولين هوفر غنقراه. ما كانش عندي حتى فكرة على اشنو كيهضر. اول سطر في الكتاب قريته عرفت بلي الكتاب غيعجبني، حيت I kinda relate to this quote. القصة ديال الكتاب باختصار، ليلي اللي مرات بظروف صعيبة في طفولتها من بعد موت الأب ديالها تلاقات مع رايل، الشاب الوسيم القوي، وعاشوا قصة حب رومانسية وتزوجوا. بعد ليلي اكتشفت أن رايلي تقريبا كيشبه الأب ديالها، حيت الأب ديالها كان عنيف وكيضربها هو والأم ديالها، وتما ليلي خدات القرار باش تفارق مع رايلي رغم الحب الكبير بينهم. وبالضبط هنا the titles of the book make sense، يعني هي ما بغاتش تكون بحال الأم ديالها وتصبر على ديك المعاناة، وانفصلت مع الزوج ديالها طب نهار الولادة ديالها. تعجبني بزاف، خاصة انه في الاول كيحسب لك غتكون قصة حب رومانسية بحال الكتب الاخرين، ولكن العكس تماما. عجبتني حتى الشخصية ديال ليلي، قدرت انها تاخذ قرار شجاع. زاد هذا الشيء عجبني، وكنت كنتمنى فعلا تكون نهاية هكا. الكتاب صراحة مؤثر بزاف، فيه شي بارت تيبكيو. من بعد بديت كنقرا روايات اخرين لكولين هوفر بحال كونفيس و ريمايندرز اوف هيم، اللي كانوا ما بيهمش ماشي بحال It Ends With. الصراحة قريت إيجلي لوف و نوفمبر 9 اللي ما عجبونيش نهائيا. إيجلي لوف بعدا بحال دوك القصص ديال واتباد اللي كيكتبوا من بنات اللي عندهم 12 عام، ما كملتو غير بزاف. كيهضر على تيت بنت المدلولة وظريفة أكتر من القياس، اللي كتولي تبغي صاحب خوها البيلوت مايلز، ولكن مايلز ما بغاش يدير شي علاقة جدية، ولكن حيت هي مدلولة قبلت بالشروط ديالي انهم يكونوا friends with benefits وما تسولوش على الماضي ديالو وما تعولش على شي حاجة في المستقبل. من الاخر مايلز ما بغاش المعقول، ولكن حيت هي ما عندهاش شي حاجة سميتها self respect خلات مايلز يمرمدها. انا ما عنديش مع هاد النوع. so it was hard to read. الكتاب فيه فلاش باك ديال مايلز اللي كان كيبغي ريتشل، عملات منه وفاش ولدات داروا حادثة غرق ليهم الطفل ديالهم ومات، وتما فين the cover the book made sense. ريتشل تفارقات معاه وقرر انه عمره يبغي شي وحده مازال. في الفلاش باك مايلز كان كيتعامل مزيان مع ريتشل ومشبعها شي، اما تيت كان غير يستغلها، وهذا الشيء كيزيد يعصبني. If any other man ever treated me like he did, it would be the one and the only time. I don't put up with the thing I have seen a lot of my friends put up with. However, I find myself continuing to make excuses for him, like something could actually justify his action last week. هنا تايت كتحاول تكون الطبيبة النفسية مايلز، اللي مسكينة كتحاول ما أمكن تلقى ليه اعذار الافعال ديالو. كل مره كيمسح بها الارض، ومن بعد هادشي كامل واحد المره كان معاها انه راه مسيين وعيط لها بسميه الاكس ديالو ريتشل. صراحه بقات فيا في هاد اللقطه، ولكن تستاهل. والنهايه كتفقس تايت كتمشي في حالها وكيخليها تمشي، وقال انه ما كيحسش بالاسف لحقاش هي ما عمرها ما حست بالالم الحقيقي بحالو زعما، وكيمشي عند ريتشل باش يشوف شنو دارت. ومن بعد كيرجع عاود لتايت وهي شنو كدير، كتسامحو وكترجع معاه. It was the worst romance book ever. I was pretty done with Colin Hoover. Then I said one last book, November 9. But it was even worse. November 9 اللي كيهضر على فالن وبين. فالن قبل ما النهار اللي غتسافر بيه الخارج، من بعد قرروا انهم يبقاو يتلاقاو دائما في نفس النهار اللي هو نوفمبر 9 وفي نفس البلاصه. فعلا بقاو كيتلاقاو غير مره واحده في النهار، حتى لواحد العام قرروا انهم يستقروا. ولكن في ذاك العام كان اخ ديال البان مات، وكانت العائله ديالو مازال محتاجاه، فقررت فالن انها تمشي في حالها وتخليه حتى العام الجاي. فالن اعترفت البيل بالحب ديالها، وقرروا العام الجاي يجتمعوا بزوج هاد المره للأبد. فعلا تلاقاو وما كانت النية ديالهم هاد المرة يتفارقوا، ولكن فالن اكتشفت انه ولات عنده علاقة مع زوجة الاخ ديالو، ومن بعد مشات في حالها. وجاء العام الجاي اللي تاني غادي يتلاقاو فيه، وهاد المرة فعلا كانوا بغاو يجتمعوا للأبد. ولكن نهار تلاقاو فالن فاش تلاقات بيه نهار، هذاك النهار اكتشفت انه هو السبب وراء الحروق اللي في الجسم ديالها، وكان ممكن يكون هو سبب الموت ديالها في الفترة ديال المراهقة. الام ديال بن انتحرت،
وبين كيحسب ليه السبب هو الاب ديال فالن حيت كانت بيناتهم شي علاقه. قرر انه يحرق ليه الطوموبيل ديالو والعافيه خرجت على السيطره وتحرقت حتى الدار ديال الاب ديال فالن اللي كانت ناعسه فيها وكانت على وشك الموت. تحرق ليها نصف الجسم ديالها وفي صغرها هي كانت كتمثل، ولكن بسبب الحادثه تخلت على التمثيل. ومن بعد سنوات بين اكتشف ان الام ديالو انتحرت لانها كانت كتعاني من السرطان ومبغاش تعذب الابناء ديالها. وبين كان عارف انه هو السبب في هادشي كامل، كان باغي يعترف ليها، ولكن اللي ما عجبنيش في هادشي هو بين والطريقه كيفاش كيفكر وكيتصرف. حيت فالن كتعاني من قله الثقه بالنفس بسبب حروق اللي في جسمها. فالن كان كيبسس عليها شي حوايج واخا هي ما باغاهمش، وقالت ليه شحال من مره لا، بحال مثلا كان كيقيسها بلا اذن. واحد المره اجبرها تلبس واحد الفستان اللي كيبين الحروق اللي في جسمها واخا هي ما بغاش تلبسه. داكشي كان كيبان رومانتيك في الكتاب، ولكن الا رديتي البال مزيان غتعرف بلي داكشي ما عنده حتى علاقه بالرومانسيه. انا وما حسيتش بالراحه وانا كنقرا، كنت كنفضل تسالي العلاقه ولا هادشي اللي كان بيناتهم. في الاخير سمحات لي واخا هو النيه ديالو انه يخليها تزعم وتولي تثق في راسها، but he was pushing her too hard. ما عجبنيش الميساج ديال الكتاب. اللي قراو الكتاب راه غيفهموني على اشنو كنهضر. من بعد كاع داكشي اللي دوز عليها وسمحات لي لانها كتبغيه، وهذا اصلا ماشي عذر قوي بالنسبه ليا، غير حيت هو كيبغيها. نسات اشنو دار، انه كان السبب في تدمير حياتها، هو اصلا السبب انعدام ثقتها بنفسها. وهنا قلت I am done with Harvard's book and BookTok اللي كانوا اصلا اغلب اقتراحات غير روايات بحال هادشي. ولكن من بعد خرج السيكول ديال It End With Us اللي هو It Started With Us اللي كان كيهضر على ليلي واطلس. كنت متحمسه باش نقراه، كنت كدا غيعجبني، ولكن ما قدرت حتى نكمله. انا واحد الحاجه عليا دائما الكتب اللي كنبدا نقراهم كنكملهم حتى الاخر. انت ما كنكملهمش يا اما ما كنفهمش اللغه اللي فيهم، ولا يا اما ما كيعجبونيش ديال بصح. وكان هذا اول كتاب ما يعجبنيش وما غنكملوش، وما وصلت اصلا حتى النص. وكان فيه واحد الدور ديال واحد الولد صغير كيعجبو واحد الدري اخر، قصه ما عندهاش اي لازمه. جاونا غير بحال داكشي ديال نتفليكس كيدخلوا لك هاد العجب غير تقبل وانت بزز منك. اصلا هي غير بغات تلمع الصوره ديالها كولين هوفر بعد ما قالوا عليها باللي هي هوموفوبيك. خلات لينا ديك القصه صافي ما كملتوش. وهنا I was really done with her books. قريت واحد الكومنت في Goodreads وحده قالت كاع دوك اللي كيعجبوهم كولين هوفرز بوك ما دازوش من ديك الفيز ديال الواتباد. and I totally agree with her. كولين هوفر غير محطه ضروري دوزها، عاد من بعد الذوق ديالك غيتحسن وتقول كيفاش انا كان كيعجبني داك الشيء. I still love reading fiction، ولكن ما بقيتش كنقرا غير الرومانس، وليت كنقرا self help books biography حتى كلاس. ومزيان تقرا بزاف الانواع باش من بعد تعرف من الحاجه اللي كتعجبك بزاف. انا حاليا كنقرا بزاف self development. الا بغيتو بحال هاد النوع ديال الفيديوهات tell me in the comment section. Goodbye.